طيب احنا عايزين نعمل سمري للجزء الاولاني في رحله الكليه. ايه اللي انا اتكلمت فيه؟ اتكلمت في شويه حاجات كده اهوت. لما دخلنا الكليه اول صدمه كانت موجوده ما بين العلم والبيزنس. اللي حصل خد كورسات وطور نفسك في المجال اللي انت عايزه. لو انت مش عارف لسه اقعد جرب، ما تقعدش تصرف فلوس كتيره. جرب حاجات في الاول هاديه، مش لازم من اماكن توب. ابدا من اماكن عاديه في الكورسز لحد ما تعرف انت شغفك فين. ولو انت عندك بتاخد المعلومات من قرايات او learning by doing، اعمل doing. خش في نشاطات في الكليه كتيره وبره الكليه، وحاول تاخد اكسبيرينس مختلفه. ده هتبلد الشخصيه بتاعتك، هتخلي عندك ازاي تعمل تايم مانجمنت، ليدرشيب، برزنتيشن سكيلز، سيلينج سكيلز، نيجوشيشنز، استراتيجيك ثينكينج، تايم مانجمنت. هتجرب الحاجات دي لانك هتتحط في سيتويشن مضغوط فيها محتاج تعمل بروجكتس. واختار البروجكت ده، سيبكم من اسم اللامع بتاع الاكتيفيتيز بتاعت الكليه انت داخلها، او النشاط اللي انت داخله، او البوزيشن اللي هيحطوا لك على الورقه. محدش هيجي بعد الكليه وانت كنت ايام الكليه شغال ماركتنج مانجر لمجازين مثلا، انا ده ماركتير جامد جدا فانا هاخده عندي شغاله ماركتير. ده في المشمش الكلام ده. كان يقول لك انت عملت ايه الكامبين اللي انت عملتها، استاهل ازاي، كان شكلها ازاي، الفيجوال ايه، الكوميونيكيشن شكلها ازاي. يبقى بنتكلم على اكشوال ورك. كل ما تجرب الحاجه دي كل ما تفرق معاك. يبقى احنا اتكلمنا على انك تاخد، لو هتاخد كورسز لازم تتاكد انك تطبقها. هتطبقها فين؟ نشاطات في الكليه او نشاطات بره الكليه. وانت بتشتغل في نشاطات الكليه حاول ترسم الباث اللي يساعدك انك بعد الكليه تقدر تشتغل في الكارير دوت. حاول تاخد حاجات مختلفه وكتير قوي. انا شاركتكم في شويه اكتيفيتيز عملتها مع ريكروتمنت تريننج كوميتي، مع نيوكلير فارماسي ديفلوبرز يونيون، مع كايرو ساينتفك فارماسيوتيكال ستودنتس اسوسيشنز. كل دي 3 او 4 اكتيفيتيز. كان في حاجات ثانيه، كان في كارناك ساينتفك كلاب احنا عملناه برده في الكليه. كان في ماجازينز اشتغلنا فيها مع اصحابنا، كنا بنستبلش الماجازينز ده وعملنا فاند ريزنج واكتيفيتيز. كل دي حاجات حلوه جدا وممتعه بالنسبه لنا. واحنا بنفكر في مثلا اسم ماجازين نسميها اوبس ولا نسميها ايه، وبنقعد مع بعض ونتجنن ونضحك ونفكر في ايدياز مختلفه. وصدقوني ولا واحده من دي كنا بنحط مليم في جيبنا. كان الاوبجيكتيف الوحيد احنا نتعلم، عندنا شغف وعايزين نبيلد كارير ونجرب اكسبيرينس مختلفه، ونمرن تيمز طلبه معانا لسه اصغر مننا بسنه او سنتين ونعلمهم السكيلز دي ونشوف الامباكت بتاعها معاهم، واحنا وهم نكبر مع بعض. فده كان الاوبجيكتيف بتاع الفتره بتاعه الكليه. الفيديو دوت لو انتوا بتتفرجوا عليه الناس في الكليه، دونت ويست التايم دوت حاجات غير المذاكره، او المذاكره والنشاطات والكورسات عشان تبيلد الكارير والكاركتر بتاعك. ومش معناه انك تبقى معقد تبقى قاعد ما بتعملش 24 ساعه غير كده. ده انا بخش في ايام الكليه سينمات كتيره جدا وبتفسح وبلعب تنس طاوله وكنت بخش في كومبيتيشنز. فمش معناه انا كنت جليندايزر زي ما قلت لكم، في 1000 واحد كان احسن مني بيعمل حاجات اكتر من كده. بس الفكره انك ايه، تاخد الفكره دي النهارده تقدر تطبقها، تقدر تعمل حاجه مختلفه وتديفلوب الكاركتر بتاعتك ستيب باي ستيب، وتجرو في الحاجه اللي انت قوي فيها قوي. الحاجات الاريز اوف ديفلوبمنت تشوفها هل هي كريتيكال ولا مش كريتيكال. لو مش كريتيكال خليها، اعملها بعدين. لو كريتيكال اشتغل عليها عشان دي هتفرق معاك في الكارير باث بتاعك. ودايما اقعد جرب. ناس كتيره جدا كفولنتريز جوه الكليه وبره الكليه بتتمنى ان حد يجي يشتغل عنده ببلاش. ببلاش دي اتس ا جريت اوبورتيونيتي فور ليرنينج بالنسبه لك، الا لو عندك حاجه فاينانشال كوميتمنت. طبعا احترام الكبير ليك وانت فوق دماغي انك انت واحد يشتغل ايام الكليه عشان يصرف على اهله او يصرف على اخواته، دي حاجه ثانيه خالص. كل حاجه انت بتشتغلها عشان سواء تاخد فيها فلوس او تاخد فيها خبره او تاخد فيها سوفت سكيلز او خبره في الحياه او خبره في الكارير بتاعك، كل الحاجات دي هتاد اكسبيرينس بالنسبه لكم جدا وهتفرق معاكم بعد كده. شير الكلام دوت مع اصحابك ومع اخواتك ومع زمايلك، تفرق معاك ان شاء الله. واتمنى ان انا اكون سبب ساعدت اي حد منكم النهارده ان هو ياخد خطوه في الكليه بشكل امباكتفul. ولو انت واحد اتخرجت شهر دوت مع حد اصغر منك، لو ده هيفرق معاه ان هو ياخد خطوه مفيده بالنسبه له.